تخيل معايا غدا الصباح يجي عندك واحد ويقول لك غادي نعطيك لبسه ديال مخزني وساروش وصلاحيه كامله باش تحكم في واحد المجموعه ديال الناس، في المقابل غنخلصك مزيان. تقول مع راسك سهله، غنتعامل معاهم مزيان ونكون ظريف وندوز وقيته زوينه ونمشي للدار. ولكن العلم كيقول لك كتكذب على راسك. اجي نعاود لكم شنو وقع في لاكاف ديال جامعه ستانفورد عام 1971 فاش تحولوا شباب ظريفين لوحوش بشريه في قل من 6 ايام. يعني فيليب بغى يعرف واش بنادم كيكون شرير بطبعه ولا المحيط هو اللي كيردو هكا. خدا 24 طالب ناس عاديين هادئين ما عندهم حتى شي سوابق، قسمهم على جوج ديال المجموعات، حراس ومساجين، بحال السيل ديال شفار وبوليسي اللي لعبناه من صوب ليهم سجن وهمي تحت الارض. ضل الحراس لبسه رسميه ونظارات كحله باش يغطي لهم عينيهم ويحسوا بالقوه، اما المساجين لبسهم شراوط ودرابل وعطاهم ارقام بلاص سميات باش يجردهم من الهويه ديالهم. هنا بدات الصدمه. النهار الثاني المساجين داروا ثوره صغيره، رد فعل ديال الحراس كان مسطي، بداو كيعاقبوهم بالحرمان من الناس، كيجبروهم يديروا تمارين شاقه لساعات طويله وصلت بهم درجه كيحرموهم حتى من المشي للمرحله. المفاجاه هي ان العالم براسو اللي هو المشرف على التجربه نسى راسو، بدا كيتصرف بحال مدير السجن حقيقي، ولا كيشوف المساجين كاعداء ماشي كطلبه مشاركين في بحث علمي. الحراس اللي كانوا قبل يومين كيسمعوا الروك وكيحلموا بالسلام وبوب مارلي وكل شيء ولاو كيتفنوا في التعذيب ديال صحابهم نفسيا. التجربه اللي خصها نورمالمون دوز في 14 يوم اضطروا يحبسوها في نهار السادس حيت المساجين بداو كينهاروا عصبيا والحراس ولاو ساديين لواحد الدرجه خطيره. شخصيا كتجيني الخلاصه اللي خرج بها العالم باللي السلطه بلا مراقبه هي اسرع طريق باش يخرج الوحش اللي مخبي داخل اي واحد فينا. تجربه ستانفورد هي مرايه كنشوفوا فيها واحد الحقيقه مره، باللي الشر ماشي غير صفه في بعض الناس الاشرار، الشر هو سيستم الا تحطيتي فيه وما عندكش الوعي تقدر تولي طاغيه بلا ما تحس. وهادشي نقدروا نشوفوه في المجتمع ديالنا. انت الا عطاوك السلطه المطلقه على الناس كتعرفهم، واش تثق في راسك بلي غتبقى بنادم ولا البدله غادي تغلب على